تعالوا نعمل مع بعض دلوقتي فطار رمضان. هعمل فرخة محشية وهعمل كمان رز بالخلطة. تعالوا اوريكم طريقتي في عمل الفراخ دي لذيذة جدا لدرجة ان انتوا ممكن تعملوها في اي عزومة وريحتها بجد خطيرة. اول حاجة هجيب الفرخة بتاعتي وبعدين هجيب التوابل، هسيبها لكم في الكابشن، واحط عليها معلقة كبيرة من المستردة ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. ويفضل ان نوع الفراخ بتاعتنا تكون فراخ بلدي او فراخ لونها احمر، يعني بلاش الفراخ البيضة، الفراخ الحمرا بتبقى احلى. وبعدين هحط التتبيلة كده على الفرخة، ودول بصلتين فرماهم ناعم، وهحط كمان عصير ليمونتين، وهوزع تتبيلة كويس جدا في كل جزء من اجزاء الفراخ حتى تحت الجلد. والسر ان احنا نسيب الفرخة دي متبلة ليلة كاملة افضل كتير. وبعدين هجيب عدد 2 فلفل رومي و1 سبايسي. الفلفل الحار هسيبه مقفول مش هقطعه. وبعدين هجيب الكيس الحراري بتاعي، احط فيه الفلفل الرومي والفلفل السبايسي والليمونة، واحط كمان فيه الفرخة، وهقفل الكيس الحراري كويس واسيبه في التلاجة، يعني تقريبا هسيبته ليلة كاملة، ولو ما عندناش وقت ساعتين كفاية. وبعدين ده كان تاني يوم هعمل رز بالخلطة. في حلة على النار حطيت معلقة من السمنة، وبعدين حطيت كبد وقوانص، وبعدين حطيت بصلة. اهم حاجة البصلة تكون مفرومة ناعم قوي عشان ما تبانش في الرز، وكمان نشوحها كويس جدا لحد ما تختفي. حطيت ملح وفلفل اسود وقرفة ومعلقة واحدة من العسل، ما تخافوش طعمها مش هيبان خالص، بس هتظبط الطعم. وهفضل اقلب كده، وبعدين حطيت كوباية ونص من الرز المصري مغسول ومش منقوع، معلقة ونص صغيرين ملح، فلفل اسود، رشة كويسة كده من القرفة، ومكعب مرقة. وبعدين احط مية سخنة تكون بتغلي تغطي كده 2 سنتي تقريبا من الرز. وبعدين هسيب الرز بتاعي على نار عالية وهغطيه لحد ما يتشرب تماما. وبعدين بعد ما تشرب كده هنزل عليه شوية من الزبيب غسلاه وهقفل عليه. وبعدين هجيب الفرخة بتاعتي هحشيها شوية من الرز ده لسه مكملش تسوية، هاخد منه شوية كده، يعني هو في الوقت ده بيبقى نص سوا. وهقفل الفرخة بتاعتي كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقفل الكيس الحراري وبعدين بالسكينة بتاعتي هقطع الكيس كده علشان يعني ما ينفجرش بعد الشر في الفرن، واحط شوية من المية السخنة يدخل فرن درجة حرارة 200، هتاخد تقريبا ساعة ونص في الفرن. وباقي الرز سويته على نار هادية خالص لمدة نص ساعة لحد ما اوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. الرز ده بجد خطير، يتاكل لوحده، بيبقى مفلفل ومليان نكهات وطعمه تحفة. وده كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما استوت حطيتها تحت الشواية شوية عشان تاخد اللون الخطير ده. اخدت معايا تقريبا ساعة ونص في الفرن، بتبقى جوسي جدا وطعمها خطير. اختاروا نوع فرخة كده تكون كويسة وسيبوها في التتبيلة، وكل ما تسيبوها تدوكوا طعم كده جميل. شايفين الجوسيس كده اللي طالعة من الفراخ مش ناشفة ابدا ومستوية كويس قوي. الوصفة دي جميلة لدرجة ان انتوا ممكن تعملوها في عزومة رمضان. جربوها وهستنى رأيكم، وهستناكوا تشاركوني في الكومنتس وتقولولي عملتوا فطار ايه. عايزين افكار جديدة كده للفطار تكون جميلة، ناخد كده افكار من بعض. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملولي فولو، وباي باي.